السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله فيديو النهاردة هنعمل قرص الافران بالسكر والسمسم، حاجة كده وهمية ما شاء الله، حلوة جدا. اهم حاجة العجينة بتاعتها ناجحة وطرية ما شاء الله وهشة زي ما انتم شايفين. والحشوة بقى تقدروا تحشوها زي ما انتم حابين هتحشوها، وهنقول الحشوات بتاعتها لما نبدأ كده في العجينة. ما شاء الله شايفين الجمال، طرية جدا وهشة كده واخده لون حلو. هندخل على الطريقه على طول كده. معايا هنا في الاول هجهز الخميره، والخميره دي على كيلو دقيق هضيف 3 معالق كبار من الخميره، عليهم 3 معالق كبار من السكر، وهنزل بالحليب الدافي وهقلب كده واسيبها على جنب على ما الخميره تتفاعل معانا كده وتعمل فوم. هنجهز المواد الجافه وهجيب بقى جاهز الدقيق. معايا هنا كيلو من الدقيق، بنزل عليه بمعلقه صغيره كده من الملح، اقل من معلقه كمان، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، وهقلب كده. دي المواد الجافه هبدا ان انا اضيفها كده في العجان. ومعايا هنا الخميره وبالسكر بالحليب اللي عملناها مع بعض كده. العجينه هتحتاج معايا حليب تاني، هضيف لها تاني حليب على حسب بقى الدقيق اللي عندكم هياخد حليب قد ايه. وهبدا اشغل كده عليها العجان، وهسيب الزيت. معايا هنا طبعا زيت هضيفه، بس هضيفه في الاخر كده زي ما انتم شايفين. معايا هنا الكوبايه الزيت دي كوبايه صغيره كده، يعني من الكوبايات الكبيره بتاع العصير، ربع كوبايه، مش كتير من الزيت. تمام. وفي الاخر كده هضيف معلقه كبيره من السمنه البلدي عشان تديها طعم حلو، وبتديها طعم حلو جدا وريحه حلوه ما شاء الله. كده العجينه خلصت معايا. هبدا ان انا اجهز الحشوه. معايا هنا السكر، ده سكر بني. طبعا لو مش موجود سكر بني هنضيف سكر ابيض عادي، وضفت عليه معلقه صغيره من القرفه وهسيبهم على جنب. وهبدا اجهز برضو السمسم، ضفت هنا السمسم وعليه السكر. وهجيب العجينه بقى كده. العجينه خلصت ما شاء الله، طريه جدا. العجينه لما تكون طريه كده نعرف ان هي هتكون ناجحه جدا وهتكون حلوه ما شاء الله. وببدا كده زي ما انتم شايفين هكورها كده، الكور كلها تكون قد بعضها بالشكل ده. وهخلص الكميه بقى كده اللي معايا واغطيها، ريحها شويه ترتاح، بس العجينه ترتاح شويه علشان اقدر اشكلها وتتفرد معايا سهله. مفيش اسهل من كده، وبمكونات بسيطه خلصت معانا وما شاء الله. كده خلصت الكميه اللي معايا، وعملت في الاخر كده كورتين كبار. دولت هحتاجهم في حاجه تانية. هبدا بقى ان انا اجهز القرص كده بعد ما ارتاحت شويه، بفردها على ايدي كده وابدا ان انا احشي القرص دي. معايا هنا للحشوه سكر بقرفه، بتبقى حلوه جدا وطعمها بيبقى حلو وريحتها حلوه جدا ما شاء الله. والاطباق التانية دي انا عامله طبق كده فيه سمسم على سكر، والطبق التاني فيه الزيت. ببدا ان انا احشي العجينه بالشكل ده بالسكر والقرفه، وانزل في الزيت. بنزل بالعجينه كده في الزيت، وبعد كده في السمسم والسكر، علشان الزيت بيساعد ان السمسم يمسك على وش العجين كويس. العجينه طريه جدا ما شاء الله بعد ما سيبناها ارتاحت شويه. والحشوات بتاعت القرص دي زي ما انتم حابين بقى، في حشوات حلوه جدا. طبعا السكر بالقرفه مميزه، بتديها ريحه حلوه جدا ما شاء الله. نقدر نعمل خلطه ما بين جوز الهند والزبيب والسكر، بتبقى جميله كمان ما شاء الله. ونقدر كمان نحشيها ملبن او عجوه، يعني الحشوه زي ما انتم حابين هتحشوا بيها. ساعات طبعا بنجيب القرص دي من الافران بنلاقيها محشيه كده حشوه مميزه شويه. كلنا طبعا عارفين الافران كده بيعملوا جنب المخبوزات بيعملوا حلويات، فبيتفضل معاهم بواقي بسبوسه وكنافه بيحشوا بيها القرص دي، وبتبقى حلوه كمان. فزي ما انتم حابين بقى الحشوه اللي انتم حابينها هتحشوا بيها. كده انا عملت بعد ما حشيت كده العجينه بتاعتي، ببدا ان انا احشيها من السكر والقرفه، وبعد كده بنزلها في الزيت، وبعد كده السمسم والسكر. ومش بضغطها جامد، انا بسويها بس كده، يعني مش بفردها علشان ما تكونش رقيقه وتطلع ناشفه معايا في الاخر. بس كده بلمها كويس، وبعد كده في الزيت زي ما انتم شايفين كده بنزلها في الزيت، وبعد كده في السمسم والسكر. علشان السمسم يمسك عليها كويس لازم ننزلها في زيت الاول، وبضغطها ضغطه بسيطه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بخلص بقى الكميه اللي فاضله معايا كلها، وهسيبها بقى ان هي تخمر. وبعد ما تخمر خالص وتكون جاهزه بدخلها على الفرن. كده الصواني بتاعتي جاهزه كده، ونقلت فيها كده القرص بتاعتي، بسيبها بقى تخمر وادخلها على الفرن. وكده بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله شايفين بقى الجمال، مفيش اسهل من كده.
بجد عجينة تحفة جدا، وطلعت طرية ما شاء الله. مكوناتها بسيطة وخلصت معانا بسرعة جدا. هنشغل الفرن وندفي البيت ونعمل احلى قرص بالسمسم والسكر، ما شاء الله حلوة جدا، احلى من الجاهزة بكتير بمراحل. شايفين تسويتها قد ايه حلوة واخده لون حلو ما شاء الله، ومن جوه كمان طرية كده وهشة. شايفين الجمال. الحشوة بتاعتها كانت سايحة كده لسه سخنة طالعة من الفرن، والحشوة زي ما قلنا سكر على قرفة، طعم وريحة مميزين جدا ما شاء الله. واهم حاجة العجينة طرية زي ما انتوا شايفينها كده، العجينة من جوه زي ما انتوا شايفينها كده بيضة وزي القطن وهشة جدا. من حلاوتها مش هبطل اعملها ما شاء الله، حلوة جدا، لازم تجربوها هتعجبكم بإذن الله. وصفة سهلة وبسيطة، واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.